ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الدوناتس الحلو اللي قدامك ده. بس احب اقول لك على حاجه، لو اول مره بتشوفيني انا قناتي اسمها مونيتي كيتشن. هنعمل مع بعض بطريقه سهله جدا. هعمله مخبوز في المكنه. لو مش عندك المكنه تقدري تستخدمي اي قالب او فورمه سيليكون. تمام، متوفره عند مستخدمات اللي بيبيعوا حاجات الحلويات، وكمان موجوده عند اي حد بيبيع اواني. يلا بينا ندخل بقى ونشوف الطريقه والمقادير على طول. هنستخدم معانا النهارده للمكونات بتاعتنا مكونات بسيطه جدا، عباره عن كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات وكمان يكون منخول. معانا كمان 75 مللي من السكر الابيض، ومعانا نص معلقه من البيكنج باودر، وكمان نص معلقه كبيره من النشا، وبيضه بدرجه حراره المطبخ، وكمان معانا فانيليا، و75 مللي من الزيت. وبرده هسيب لك المقادير في صندوق الوصف. ومعانا كمان 75 مللي من اللبن. لو حابه تضعف المقدار مفيش اي مشكله، بس عايزه اقول لك ان المقدار ده يطلع لنا كميه حلوه قوي. هناخد بقى كده وكل حاجه عندي بدرجه حراره المطبخ. هنجيب بقى تقدري تستخدمي شفشق الخلاط مفيش اي مشكله، تقدري تستخدمي المضرب اليدوي، تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي، الهاند بلندر، اي حاجه متوفره عندك هتقدري تعملي بيها الوصفه دي. اول حاجه هجيب الوعاء بتاعي وهحط السكر، وكمان هحط السكر بتاعي لازم يكون ناعم الحبيبات. هحط البيض والسكر والفانيليا، وهضرب بقى مع بعض لحد لما لونهم يفتحوا. بس ابعد بس بقى الحاجات دي كده وابدا اقول بسم الله. هضرب زي ما قلت لك الحاجات دي كلها كده، البيض والسكر، لحد لما اللون بتاعهم يفتح ويتضاعف حجمه. وبعد كده هنزل بالمكون اللي بعد كده. تمام، نضربه بقى كويس جدا جدا زي ما انت شايفه كده، لحد ما تلاقي لون البيض مع السكر داب تماما، والخليط بتاعي لونه فتح زي ما انت شايفه كده، وبقى كريمي بالشكل ده. هنزل بعد كده بالمكون اللي بعد كده، هننزل باللبن. وطبعا اللبن عندي هنا بدرجة حرارة الغرفة او المطبخ زي ما انا قلت لك. معايا 75 ملي من اللبن. هنزل بالطريقة دي وهضرب برضو كويس جدا لحد لما يختلط. الوصفه بتاعتي هنا النهارده ما فيهاش زبده. انا في الدوناتس العادي بستخدم بعجنه بالزبده، انا النهارده استخدمت معايا زيت، والزيت بتاعي لازم يكون نوع نضيف جدا. وهبدا انزل بالراحه بخليط الزيت بتاعي. بعد ما اللبن اختلط كده بالطريقه دي، هنزل بقى الزيت كده عباره عن سرسوب بسيط شايفين. هنزل الزيت بعد ما اضرب ضرب كويس جدا. وهنا الزيت لازم يكون زيت ملوش ريحه نفاذه، يعني زيت نضيف، زيت ابيض اي نوع بقى انت بتفضليه، عباد شمس، ذره، مفيش اي مشكله. هنزل بالزيت بالطريقه دي اهو بالراحه وانا بضرب. هنزل الزيت بتاعي واحده واحده كده بالطريقه دي. تمام، نزلت الزيت بتاعي بقى كده اهوت خلاص. هكمل الضرب بتاعي، شايفين السرسوب كده لغايه لما خلصت كميه الزيت بتاعتي. هكمل بقيه الضرب لحد لما الزيت يختلط مع المكونات اللي قبل كده، وكده مش هيبقى فاضل عندي غير المكونات الجافه. هكمل بقى الضرب واتاكد ان كله اختلط تماما مع بعضه زي ما انتوا شايفين. طبعا انا سايبه لكم الخطوات مش مسرعه الفيديو بتاعي علشان تشوفي قد ايه هو سهل جدا جدا. زي ما قلت لك تقدري تستخدمي الخلاط للناس اللي مش عندها اي مضرب، ولا عندها هاند بلندر، ولا كمان عجان، مفيش اي مشكله. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي، ولو عايزه تستسهلي تعمليه في الخلاط مفيش اي مشكله. هحط بقى الدقيق بتاعي زي بعد ما قلبت في البيكنج باودر وذره صغنون قوي من الملح. تمام، ده شكل الخليط بتاعي كده. هفضيه بقى في كيس حلواني عشان اقدر استخدمه بطريقه سهله جدا وبسيطه. المكنه بتاعتي عندي شغلتها وسخنتها، وهجيب قطعه من الزبده علشان الدوناتس بتاعي ياخد لون حلو وكمان ما يتحرقش. هبدا بقى اعمل زي ما انتوا شايفين كده اهوت، احط اغلف الوحدات الدوناتس بالزبده عندي هنا بمنتهى السهوله. تمام كده، والمكنه عندي سخنت كويس جدا جدا. وهبدا اجيب الخليط بتاعي زي ما قلت لك، انا حطيته في كيس من اكياس الحلواني اللي هو للتزيين مره واحده. وهفتح بقى فتحه صغنونه كده وابدا احط في وحدات الدوناتس بتاعتي بالطريقه ديت بالشكل ده، وبالراحه خالص كده، ما فيهاش اي مشكله خالص. زي ما قلت لك تقدري تستخدمي الادوات او في قوالب سيليكون
معمولة للدوناتس. وفي كمان ادوات زي ادوات الكب كيك او صواني الكب كيك، بتبقى نفس شكل الدوناتس برضو، بتدي نتيجة حلوة قوي، بس دي بتاعتها بندخله الفرن وهيديكي نفس التسوية. وان شاء الله باذن الله اجرب لكم القوالب دي في حلقة تانية برضو، واعمل لكم نفس الدوناتس عشان اوريكم ان زي المكنة مفيش اي مشكلة خالص للي مش متوفرة عنده، للناس اللي عندها القوالب دي. حطيت بقى الدوناتس بتاعي وشلت اي زوايد كده بالراحة، وهبدأ اقفل المكنة بتاعتي كويس جدا. وعندي هنا المكنة سخنت، شايفين الخليط عندي هنا اهوت، هسيبها بقى لغاية لما تاخد لون حلو. تمام، انا فتحت عليها لقيتها لسه شوية، سبتها وقفلت عليها تاني. هبدأ بقى اتابع اللمبة عندي. اول ما اللمبة عندي الخضراء تشتغل هعرف ان كده الخليط بتاعي بدأ يستوي خلاص. والمفروض بعد ما اللمبة الخضراء بتشتغل بيطلع كده بخار، شايفين البخار اللي طالع ده بالراحة، واللمبة الخضراء عندي كمان نورت اهي، فمطلع بقى بخار. هفتح بقى ايه ثواني كده، هتستنى ثانيتين 3 بالكتير 5 ثواني، وهبدأ اشوف الدوناتس بتاعي شايفين لونه حلو ازاي. هطلعه بقى وهويه على شبكة وازينه بالشوكولاتة، وهنشوف شكله دلوقتي مع بعض. ده الدوناتس بتاعي بعد ما طلع وبرد تماما. سيحت شوكولاتة بقى بالحليب وشوكولاتة بيضة، وحطيتهم كده، غطست الدوناتس فيه، وطلعتهم بالراحة على ورق زبدة، وعملت خطوط بقى صغنونة كده من الشوكولات الابيض والشوكولات الحليب. بدلت بينهم بالتبادل. عايزه اقول لك طعمه خطير جدا. هنمسك بقى واحده مع بعض، شايفين شكلها جميل ازاي ورقيق بجد، طعمها حلو قوي. الكميه دي طلعت لي حوالي نص كيلو من الدوناتس بكوبايه دقيق واحده، بجد تحفه. شايفين شكله من جوه جميل ازاي، وعايزه اقول لك طعمه حلو قوي قوي. دي كانت حلقتي ليكم النهارده، اتمنى يا رب ان هي تكون حلقه جميله وعجبتك. حلقه الميني دوناتس المخبوز. لو عجبتك الفيديو بقى وعجبتك الوصفه وحاسه ان انت استفدتي مني النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.